اول شيء بدي ابدا بالزهره. انا عندي هون الزهره طبعا قاليها بالزيت الغزير. اول شيء قطعتها، المي عندي عم تغلي، نزلتها 40 ثانيه في المي، رفعتها نشفتها وقليتها حتى صارت ذهبيه. هسه في ناس بحبوا يقلوها زياده، القرار قراركم. وزي ما حكيت لكم فيكم تسووه كمان مع اللبن شنينه، مع لبن الجميد، مع اللبن اللي بدكم اياه. على البارد تماما، على البارد بضيف اللبن. بسم الله. لبن رايب عادي، لبن رايب عادي، ما في شيء. كل كيلو بده ملعقة واحدة من النشا. الآن في ناس بيحطوا بياض بيضة وشوية خل، برضو كمان هاي طريقة صحيحة والقرار قراركم. هاي تقريبا ملعقة من النشا، وهذا كله بعدنا على البارد، بعدنا ما ضفنا شيء. نعم، راح أضيف كمان شوي من مرق الدجاج وشوي من الملح. برضو كمان القرار قراركم في عدم إضافة مرق الدجاج، في ناس بس بضيفوا ملح. بخلط على البارد حتى يصير في تجانس. في ناس بخلطوها على الخلاط اللبنية، بقول لهم لا، ما تخلطوها لأنه بروتين اللبن رايح يفرط معكم أثناء عملية الطبخ. بشغل النار وعياري حطيتها على النار، راح أضل أحرك فيها حتى تغلي. ممنوع أرفع إيدي منها. إذا رفعت إيدي منها اللبن عندكم راح يصير فيه حبيبات بفرط، وبلغة الطبخ الشيف رايح يفرط. طبعا. هون التحريك تقريبا، لأنه الجو بارد الأيامات هاي، بدنا تقريبا الثلث ساعة. صح. شوفوا محلى اللبنات. لبن كريمة 100%. طبعا اللبن أنواع، في لبن انعاج، في لبن كامل الدسم، في لبن قليل الدسم، وحسب نوع اللبن اللي انتم بتجيبوه. بفرق بالطعم، بفرق بالطعم طبعا اكيد. لبن الغنم او النعاج كثير بيعطي طعم، اكيد في دسم عالي. بنجيب هالزهره وبنضيفها وين؟ على هاللبنات. اوكي، حتى يغلي. طبعا بدها غلي تقريبا 4-5 دقائق، كونه الزهره مطبوخه. طبعا الجوز. هي الثوم عندي هون، انا راح اضيف عليها شويه كزبره ناشفه. ممكن نستخدم نعنع، ممكن نستخدم ثوم لحاله، كزبرة. القرار قراركم. ديري يا بسم الله روان. هات شوي. ايوه، هاي هذا خلينا هاي نعملها هيك. ايوه